إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. هكذا تغنى الشاعر أحمد شوقي بلغتنا العربية وغيره الكثير من الشعراء. وكيف لهم ألا يتغنوا بها وهي من أكثر لغات العالم عراقة وأصالة. هي التي جمعت أكثر من 422 مليون نسمة على حرف الضاد، ووصل عدد مفرداتها المكونة من 28 حرفاً أبجدياً إلى 12 مليون كلمة. هي التي أبصرت النور قبل 1700 سنة على الأقل، ولا يزال رونقها يشع أصالة ورصانة. فكان يوم 18 من ديسمبر عام 1973 يوم عززت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي كل ما ذكرناه من فخر واعتزاز باختياره يوماً عالمياً للاحتفال بلغتنا الثمينة. ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا نحتفل بكنزنا كل عام في التاريخ نفسه، بنحوها وبلاغتها وإعجازها وكل مزاياها. كانت ولا تزال مصدر فخر لكل متكلم بها، وهذا ما حاولنا تعزيزه على مر السنوات منذ تأسيس سبيستون عام 2000 عن طريق دبلجتنا لجميع الأعمال والأفلام من لغاتها الأجنبية إلى لغتنا الأصيلة، في سبيل تعزيزها ودفع شباب المستقبل إلى حملها معهم في قلوبهم وعقولهم أينما حلوا وفي أي بلد من بلدان العالم. رسالة حملناها منذ أكثر من 20 عاماً، كانت وستبقى من أسمى الرسائل التي رافقتنا على مدى هذه السنوات الطويلة. نعدكم باستمرارية تبنينا لهذا الكنز الذي لا يعوض، وبحفظه والتغني به في كل 18 من ديسمبر من كل عام وعلى مدار كل يوم من أيامنا أيضاً. وستبقى لغتنا العربية مصدر فخرنا واعتزازنا، ولن يغيب عن أذهاننا أنه ومع تعدد البلاد جمعتها الضاد.